بسأل نفسي كتير الفترة دي ازاي نعدي الفترة دي على خير في غلو الأسعار اللي احنا فيه، وازاي نأكل ولادنا أكل صحي ولذيذ وكمان مغذي، خصوصا اللي هم في مدارس اليومين دول. فطبعا البروتين الحيواني بالنسبة إن كان لحمة أو فراخ سعرهم غالي وكمان مش ثابت. والفراخ البيضة منصحش حد بيها، لأن الفراخ البيضة دي ملهاش أي غذاء تمام، ملهاش علاقة بالتغذية أصلا. هنعمل النهاردة بقى البوري المشوي بطريقة سهلة وحلوة جدا في البيت ومن غير دخانة. وهنعمل السردين صينية عايزة اوريهولكم. بصوا، طبعا صحي جدا وحلو جدا اللي بيعمل رجيم، وطعمه في غاية اللذاذة. اهم حاجة هننزل نضغط لايك وهنشترك في القناة وهنفعل زر الجرس على الكل علشان نتفرج على كل الفيديوهات، وطبعا هنشير على قد ما نقدر علشان غيرنا يستفيد. يلا بينا نسمي الله ونشوي البوري الاول. انا شويته هنا بالردة، انا هشويه بالردة زي ما انتم شايفين كده. عندي شوية ردة على كيس، مش ضروري نحط على طبق، طبعا بنوفر يعني. عندي صينية أو صاج على البوتاجاز. تمام. طبعا أنا البوري دوت يا جماعة بغسل الخياشيم بتاعته، بنزل منها أي دم، وبعدين بعمله بالردة زي ما انتم شايفينه كده، وعلى الصينية أو الصاج اللي متوفر عندك وعلى النار. هتشوفوا دلوقتي بالشكل كده اللي أنا حطاه من الجنب ده الأول لغاية ما يحمر معايا. لو انتوا شايفينه اللي هو مش سمين او مش بينزل دسم، نحط له شويه زيت صغيرين جدا كده. اتعمل من الجنب ده، هنقلبه على الجنب التاني، ولما يحمر من الجنبين هتشوفوا دلوقتي معايا هنعمل ايه. السردين دوت زي ما انتوا شايفين كده انا فتحاه ومنضفاه مخليه زي الفل، غسلاه بالملح وبالليمون والدنيا تمام. بس مش هفتح السمكه للاخر غير لما تشوفوا دلوقتي هعمل ايه. هحط الاول الخضره المشكله دي في قاع الصينيه، وهقطع كده كام فص توم بالشكل ده. والبوله اللي هناك ديت فيها بصلايه متقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعليها كده حوالي 4 فصوص توم، وهعصر عصره ليمون. وهنحط بقى شويه خضره، وعلشان ما كانش عندي طماطم هحط صلصه، وحط قرنين شطه حارين، واتنين رومي فلفل رومي متقطعين برضو. ديت البهارات بتاعت السمك، تتبيله السمك من ابناء صالح. عايزه اقول لكم من احلى البهارات اللي تقدروا تستعملوها، لو لقيتوها في اي سوبر ماركت قريب منكم تقدروا تجيبوها. هحط شويه زيت بقى كده على الخلطه بالشكل ده. انا فرشه الخضره دي في القاع علشان السمك ما يلزقش معايا في الصينيه. تعالوا بقى نوقف السمك كده على سيفه من الجنب ده، احنا كده عملناه من الجنبين، هنوقفه على سيفه. بصوا انا حطيت هنا صلصه علشان ما كانش عندي طماطم، لو انت عندك طبعا طماطم تقدري تقطعيها. فردت بقى السمك، طبعا ما بفردوش كده للاخر وهو بيتغسل لان اللحم بتاعه يتهري معايا. يا دوبك بفتح بطنه بنضفه من الدم اللي فيه، وبنقعه في ملح وليمون لغايه ما يبقى زي الفل. ببتدي اللي انا افرده وافتحه كده بعد ما اطلعه من الميه علشان يتبل كويس. طبعا احنا فرشنا الفرشه دي من تحت زي ما انا قلت كده علشان السمك ما يلزقش في الصينيه. هنبتدي بقى ننزل بالخلطه بتاعتنا اللي هي الخضره المشكله والطماطم لو اتوفرت او الصلصه والثوم والفلفل الحار والفلفل اللي هو الرومي، وطبعا البهارات بتاعه السمك والملح وشويه زيت وعصره ليمون. كده الصينيه جاهزه معايا، دخلتها الفرن والسمك اتعمل من 3 جناب كده. اخر جنب الرابع على السيف التاني. بصوا مش بيطلع دخان، لان انا مجرد ما الصينيه بتسخن بوطي عليه. طبعا انتم مش شايفين دخان نهائي من السمك. كده خلاص استوى، هنطلعه بقى كده في سيرفيس. وطبعا محضره ملح وشطه وبهارات برضو سمك. لو ما عندكيش بهارات سمك ايه البديل بتاعها؟ الكمون طبعا والكركم والكزبره والشطه. تمام. هقلب بقى كده السمك الناحيه التانية، وبرضو هتبله بنفس التتبيله وهعصر عليه ليمون. كده انا خلصت الوجبه بتاعتي النهارده من ناحيه سمك مشوي وكمان سمك صينيه. ده كده افضل كتير من ان احنا نقلب الزيت. طبعا الزيت سعره غلي وفي نفس الوقت مش صحي خالص يا جماعه. الزيوت النباتيه مهما كان نوعها نضيف وحلوه موجوده في السوق، مش حلوه تماما للصحه. بصوا بقى السمك الصينيه، عايزه اقول لكم الناس اللي هي بتقول لا الشوك كتير والكلام ده، تعالوا بقى بصوا السمكايه مجرد ما تمسكي السلسله بتاعتها اللي هي العمود الفقري بتاع السمكه يعني، بتطلع بالشوك كله. بصوا منتهى البساطه ومبيبقاش معايا غير